وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. هذا الكلام قالوا في المرة الثانية، ما قالوش في المرة الأولى. ليه؟ أم قال لك لأنه لما شاف الحفاوة بتاعت يوسف بإخواته وادالهم البضاعة وردهم ومش عارف إيه وإلى آخره، علم بقى إنهم بقى لهم إيه، وما دام بقى لهم شأن، ساعة ما واحد تشوفه يبقى له شأن ترقب أن يعاد، وما دام يترقب أن يعاد ودول أغراب يمكن يعمل لهم شيء من الإيه؟ من الكيد. فقال ما تروحوش ورا عشان ما تبقوش يعني إيه قافلة كده زي الغزو كده، تفرقوا يعني عشان ما حدش يتنبه إلى إنكم يعني جماعة ولكم قوة لأنهم 10، أو أنه كما يقول الحق سبحانه وتعالى إن في حاجة في نفس يعقوب قضاها، اللي هي إيه؟ طبعا احنا نعرف كلمة الحسد ومش الحسد ده صحيح الحسد له موجود، لأن الله ما دام قد علمنا أن نستعيذ به من الحسد، كونك تستعيذ بالله من الحسد يدل على أن الحسد ده أمر فوق طاقة دفع البشر له. مش بقول أعوذ بالله إيه؟ قل أعوذ برب الناس إيه؟ ملك الناس إله الناس. وبعدين في السورة الأولانية قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر، تستعيذ بالله. طب يمكن تستعيذ بواحد من واحد مساوي، أما قال لك ده دليل على لأن جنس البشر ما يقدرش على الحكاية دي. ليه؟ قال له لأني تأتي من مجهول غير مدرك. لأن إيه النظرة؟ مين اللي يدرك النظرة دي تيجي إزاي؟ مين اللي هو سهل؟ هي رصاصة؟ لا، ده إشعاع. أما قال لك ويقربها لك دلوقتي عملية الارتقاءات المادية في الكون. دلوقتي أفتك أسلحة إيه؟ الإشعاع. طب إيه المانع من أن الله بيجعل في بعض خلقه بعض إشعاعات يؤججها الحقد على كل ذي نعمة، وساعة ما يتأجج الحقد على كل نعمة ترسل الإشعاعات فتروح ده بيدخلوا الإشعاع يفتتوا به كذا وشيء غير مادي. يبقى إذا من الممكن أن يكون هذا وما يعلم جنود ربك إلا هو. طب يقول لك طب ويعني ربنا يدي الناس كده ويعمل العملية دي ويقعد يعرض حياة الناس؟ قال لك الله هو ربنا مش بيدي بعض النعم للناس ويروح يجيب بيه مسدس ولا بندقية ويحط فيها رصاص ويملاه ويضرب به واحد؟ طب ما هي إمكانيات موجودة بس دي اختيارية ودي. أم قال لك طب ودي ازاي؟ أم قال لك كل واحد عنده تأجيجته يستطيع أن يتغلب، بس الحقد هو الايه؟ هو ده اللي بيعمل الشرارة. لكن إن نظرت بغير حقد، ولذلك قال له ومن شر حاسد إذا حسد. إذا إيه؟ فإذا رأيت النعمة ولا تأججش الحقد في عليها الشرارة ما تطلعش. ما دام الشرارة ما تطلعش يبقى ما فيش إيه؟ إصابة. يبقى ما دام المسألة مسألة ليست في قوة البشر إنه يقدر يدفعها، يقوم أنت يدفعها خالق البشر وخالق الأسرار. ولذلك أعوذ بمين؟ أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. يعني أكن دي طاقة العبد الدفاعية ما تقواش عليها. ممكن إن كان عنده مسدس ولا حاجة تستطيع أن تقي نفسك منه، تعمل لك درع كده ضد الرصاص، ما تتعرضش للمشي في الليل تعمل مثلا. إنما الأشياء اللي ما تقدرش عليها دي تقوم تنبه لها مين؟ تنبه لها خالقها. فاستعذ بالله من شر هذه الأشياء لأنها ليست في مكنة الإنسان أن يدفعها من أخيه الإيه؟ من أخيه الإنسان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلما حزبه أمر قام إلى الصلاة. حزبه أمر يعني إيه؟ يعني خرج عن نطاق الأسباب. يقوم يروح لمين؟ يروح للمسبب، لأن هو ده الركن الرشيد اللي يأوي إليه ربنا. يروح لربنا. ما دام يروح لربنا تقوم إن كنت أي حاجة تعز عليك وبس تكون أبديت فيها أسبابك،
مش تعطل الاسباب وبعدين تروح. الاسباب يد الله الممدوده بالوسائل، يد الله الممدوده، فلا ترد يد الله الممدوده بالوسائل وتقول له يا رب اعمل لي بقى. الاول ما تردش ايد ربنا بالوسائل. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول ايه؟ امن يجيب المضطر اذا دعاه. مضطر يعني ايه؟ يعني استنفذ كل ايه؟ كل اسبابه. وما دام استنفذ كل اسبابه يقوم يقول يا مسبب إيه؟ يا الله تقوم تقول. ولذلك يعني يقول انا بدعي ربنا الحاجات كتير ومش عارف ايه. تقول له يا اخي ما انت بتدعي ايه؟ دعوة غير مضطر. في اسباب قدامك وانت ايه؟ وانت سايبه. وما دام الاسباب يد الله الممدوده ما تردش ايده وتطلب ذاته. لا، عايز قبل ما تطلب ذاته اطلب ايه؟ رد ايده. الله. طيب يا سيدي، وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. ثم تنبهت قضية الإيمان في الأسباب والمسبب. قال وما أغني عنكم من الله من شيء. مش معنى ذلك يعني لا، قد تأخذ الأسباب ويجي لك من شيء. إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. يبقى ادى لنفسه الصفة وأعطاها إيه؟ للغير. وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء. ما هي الآية قالت لها إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. يعني شيء جاء خاطر كده وقضاه. يا ترى هو شيء مخافة عليهم أن يدس بهم، مخافة أن يتشككوا فيهم، مخافة الحسد. حاجة في نفس يعقوب ولا، وإن كان هذا لا يمنع من قدر الله إيه؟ لأن ربنا ما اداش الاحتياطات الولائية علشان الناس تمنع بها قدر الله. وإنه لذو علم لما علمناه. يعرف موقع الأسباب وموقع المسبب. والأخذ بالأسباب لا ينافي توكلا على مين؟ ليه؟ لأن الأسباب هي مخلوقة برضو لله. نعم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي يعزلون الأسباب عن الإيه؟ عن المسبب. وده اللي بيتعب الإيه؟ بيتعب الدنيا. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه. طبعا الشواء له قوي بقى، هو أصله كانوا هما الاثنين إيه؟ أشقاء، يعني من أم واحدة، وكانوا الباقي من أمهات متعددة. آوى إليه أخاه. وبعدين جاء فيه طبعا أخوه مش عارف الحكاية. قال إني أنا أخوك فلا تبتئس، أي لا تحزن ولا يصيبك إيه؟ هم ولا كدر بما كانوا يعملون. ده دليل على أن كلمة بما كانوا يعملون على أنهم استفردوا برضو بالولد. نعم. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم، زي جهاز الأولاني يعني بضائعهم والميرة اتحطت وكل حاجة، جعل السقاية في رحل أخيه. الرحل هو ما يوضع على البعير وفيه متاع المسافر كله. جعل السقاية. السقاية دي بتطلق إطلاقات متعددة لأنها من السقي، من السين والقاف إلى السقي، والسقي ده من الإيه؟ من المية. هناك القرآن بيقول إيه؟ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الإيه؟ الحرام. يبقى السقاية هو المكان اللي بيوضع فيه الماء ليشرب منه الإيه؟ الناس. هذه واحدة. أو السقاية تطلق على الآلة التي يخرج بها الماء إلى الشاربين. ما دام جعل السقاية في رحل أخيه يبقى الإناء اللي إيه؟ اللي كان بيشرب بيه، وهي دي اللي بيكيلوا بيه. بقى السقاية كانت إناء بيشرب فيه الماء زي الكاس، وبعدين جعلوه إيه؟ جعلوه مكيال. كلهم يجيبوا الكاس اللي بيشرب فيه الملك ويعملوا مكيال. ده دليل على أنفاسة المكيل، يعني دي مسألة يعني محروس عليها. يبقى السقاية هيجي يقولوا صواع وصاع
يبقى لها إطلاقات. السقاية تطلق على المكان الذي يوجد فيه الماء، وتطلق على الآلة التي يرفع بها الماء من المكان إلى فم الشارب، ويطلق عليها أيضا صواع، ويطلق عليها صاع، ودي اللي كان بيكال بها. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه. طبعا جعل بالأمر، يعني أمر الناس يجعلوها، مش ضروري هو اللي يقوم ويعمل العمل. جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا إيه اللي ضيع منكم؟ قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك. يبقى نفقد صواع الملك، وهناك قال بقى جعل السقاية في رحل أخيه، يبقى المصدق يلزم يكون واحد. السقاية هي الصواع. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. اللي يجيب لنا الصواع ده مش هنعاقبه، هنديله حمل بعير زيادة. كلمة بقى إنكم لسارقون، يقول السرقة الاتهام ده يبقى قبيح حينما ترتب عليه جزاء السارق، انما ان كنت ما انتش هترتب عليه جهاز السارق وان بتقول له ان انا هديك كمان، يبقى دي ما هيش الجريمه مش موجوده. ليه؟ لان الجريمه تبقى موجوده لما اكون هرتب على السرقه عقوبه، انا مش هرتب على السرقه عقوبه. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. قالوا تالله، قسم يعني، لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض، اي بالسرقه، وما كنا سارقين، يعني ما جئنا لهذا ولا لهذا. قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين. اهو ده القصد اللي عايزين يوصلوا له. قال له جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. دي القضيه، اللي نجد الصواع في رحله ناخد اللي في الرحل ونقعده عندنا. وهو ده اللي كان قصده، انه قعد مين؟ يقعد اخوه وياه. ولذلك هيقول ربنا بعد كذلك كدنا ليوسف، مش كدنا يوسف، كدته اوقعت عليه الكيد، انما كدت له اي واجعلت كيدا لصالحه. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله. يبقى هم اللي نطقوا بالحكم، من وجد في رحله فهو ما هي القضيه زي ما قلنا في حكايه عمته. كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، لأنه برضه لما يروح على وعاء أخوه يجيبها تبقى يعني الحكاية ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف، كدنا لصالحه، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، ما ياخدوش إلا بهذه الجريمة، يبقى يقعدوا عشان هو جزاؤه ياخد اللي سرق. إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. نرفع درجات من نشاء، كأن ما دام كدنا ليوسف وحققنا له الأمل بتاعه، يعني كل حاجة بدينا ندي ليوسف آماله ودرجاته، وهو يستحق أننا نعمل فيه نعمل فيه عنه. وفوق كل ذي علم عليم. فوق كل ذي علم، قال لك لأن المسألة فيها احتيال في العلم، نحط الصواع ونعمل مش عارف شغلانة يعني كده. نعم. وفوق كل ذي علم عليم. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. كلمة نرفع درجات من نشاء على أننا لا نتهمه بالسرقة لأننا نريد به عذابا أو نريد به ضياعا، نحن نريد به رفعة. فكأن كثيرا من المصائب تحدث للناس
وهم لا يدرون ما في المحنة من المنح. فإذا كل حاجة تسقط على الإنسان من غير رأي منه لا بد أن يشعر أن فيها لله منحة. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. هم بيكيدوا ويعملوا كذا وكذا، ولكن هم كادوا وهم أعانونا على مصلحتنا، لأن فوق كل ذي علم، ومعنى ذي علم يعني صاحب علم، يبقى فيه صاحب وفيه علم، الاثنين منفصلين. الصاحب يوجد أولا صاحب العلم، وبعد ذلك يطرأ عليه العلم فيصير صفة له. لكن فوقه مش صاحب علم، لا، عليم، يعني العلم ذاتي فيه، والعلم اللي ذاتي فيه هو من مين؟ إذن قوله كدنا ليوسف لأن فوق كل ذي علم عليم. فماذا كان موقفهم في الرد؟ طبعا يبهتهم، ومعنى يبهتهم أول بهت لهم إنهم ينصرفوا إلى الولد اللي وجد السقاء في رحله ويوبخوه. انت احرجتنا، انت فضحتنا، انت خليت راسنا مش عارف ايه، انت ايه، ويقعدوا يعملوا. وتوجد اسباب عندهم للحفيظة عليه لا للرفق به، لان هم موقفهم منه ومن اخوه ليوسف واخوه ايه؟ احب الى ابينا منا، ما هم ابناء مره ثانيه، ابناء راحيل. اذا فيوجد، مش يوجد عندهم، كان لو ان كانت اخوه لزق كده وما فيش في عندهم كانوا يمكن يتلطفوا بيه، انما طبعا قعدوا يوبخوه. فقال لهم اللي وضعوا في الرحل بتاع اللي وضع رحالكم كلها ما اعرفش حاجه. فمره جه واحد منهم في السير بقى قال له يا بني راحيل ما اكثر ما نزل علينا من البلاء منكم، يعني يا اولاد فلانه، ما اكثر ما نزل علينا من البلاء منكم. فقال بنو راحيل نزل عليهم من البلاء منكم فوق ما نزل عليكم من البلاء منهم. قالوا بقى ايه، ابتدعوا بقى إيه؟ ان يسرق فقد سرق اخوه من قبل. اتلمت الحكايه وعرفت مناط العداوه، هو ومين برضه، لا يوسف واخوه برضه، ان يسرق فقد سرق مين؟ اخوه من قبل. إن يسرق فقد سرق أخوه من قبل، دي يسموها قضية شرطية. ومعنى القضية الشرطية أن حدثا يحدث بسبب حدث يحدث قبله، يعني حدث يحدث بشرط أن يحدث قبله حدث آخر. في حدث يحدث لوحده، وفي حدث يحدث بشرط أن يحدث كذا. تقول للولد إن تذاكر دروسك جيدا تنجح، يبقى في حدثين، حدث مذاكرة وحدث نجاح. فكأن حدوث النجاح شرط فيه أن يكون إيه؟ فيه إيه؟ مذاكرة. يبقى أنه اللي يجي الأول، أيهما يأتي أولا؟ لازم يأتي الشرط. ما دام فيه حدث فيه شرط لوجوده يبقى لازم يوجد الشرط أولا. يوجد الشرط اللي هو بعد أداة الشرط، إن يسرق أدي الشرط، يبقى ايه اللي يحصل؟ يبقى نقول اللي يحصل يبقى بعده، بقى يجيبوا اللي يحصل قبله. ان يسرق فقد سرق اخوه من قبل، مسألة مش كلام، مش ان يسرق فقد سرق اخوه من قبل. نقولوا ان يسرق يحصل كذا بعدين، انما ان يسرق الان تعلل ده في شرط في انه يحدث امر حدث من زمان، ده مش منطقي في الشرط. زي ما يرد في القرآن إن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. الله، إن يكذبوك الآن يبقى جواب الشرط اللي يحدث فقد كذبت رسل من قبلك، ده الزمان اللي يحدث فيه جواب الشرط لازم يكون بعد الزمان الذي يحدث فيه الشرط. يبقى لازم الأسلوب فيه كلام تاني. أم قال لك إيوه قد يعدل بالشيء عن سببه. ازاي بقى؟ فكأن ربنا بيقول للرسول ان يكذبوك الان لا تحزن. ليه؟ لان دي مسألة ويا الرسل كلها ما قد كذب. يبقى اذا دي دليل الجواب، مش هي الجواب، دي دليل
الجواب. يبقى إن يكذبوك يا محمد فيما تنقل إليهم من أخبار السماء فلا تبتئس فلا تحزن. يبقى الجواب هيجي بعدين ولا لا؟ يبقى يجي بعدين. امال فقد كذبت رسل من قبلك دي دليل الجواب او حيثيات الجواب. لا تحزن يا محمد، لان دي ظاهره في كل الرسل، لانهم يجيئون بما ينكره المرسل اليهم اولا، فلا بد ان يكذبوا. يبقى اذا الشرط استقام ولا ما استقامش؟ ان يسرق فلا تتعجب يا عزيز مصر. ليه؟ لأن دي خصلة في ولاد رحيل. فقد سرق أخ له إيه؟ فقد سرق أخ له من قبل. قضية الأخ اللي يعنونه هو يوسف، هو نفس العزيز. كل حدث يحدث للملكات المستقيمة لا بد أن يخرج الملكات عن وضعها، لازم. ساعة ما يجي أي واحد كده مستقيم الحال وبعد ذلك يجي واحد ينغصه بكلمة، تنغيصه بالكلمة دي إدراك لما يؤلم. ما دام حصل إدراك لما يؤلم لابد أن يوجد انفعال لهذا. هذا الانفعال قسمين: انفعال يقف عند انفعال نفسك وتستطيع أن لا تنزع على الرد، وانفعال يجعلك تنزع للرد. كان يقدر يقول لهم انتوا اللي مش عارف ايه ويقعد بقى يشرح لهم الحكايه، انا سرقت. ماشي. فأسرها يوسف في نفسه، سكت. إذا كان المفروض إيه؟ المفروض إن هو ينفعل لما قيل فقد سرق أخ له من قبل. كان يقدر يقول لهم الحكاية، أنا لا سرقت ولا، إنما هو عايز يظل إيه؟ يظل مجهول منهم لأمر ما. واحنا طبعا تكلمنا عن ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل. المساله لها ظل، لانهم قالوا انه كان عند عمته وعمته بتحبه هو صغير كده وبتاع، وبعدين لما استرندك شويه كده ابوه بده ياخده، فهي حبت ايه؟ يفضل وياها لتأنس به دائما. فتعمل ايه؟ قالت المذهب بتاعنا والدين بتاعنا ان اللي يسرق حاجه يبقى هو مطرحها يقعد. فقالت ما خليه يسرق، وجابت المنطقه بتاعت ابراهيم وراحت محزمه الواد بقى. ولما جم ياخوه قالوا الله ده المنطقه ضاعت مش عارف ايه، فتشوا لقوها مع الولد. قالت الواد يفضل بقى على الطريقه. اولا المساله سهله، يبقى هو لم يسرق وانما سرق، ادي واحده. ايضا انه طفل صغير لسه لم يطرأ عليه حكم التكليف عشان نقول سرق وما سرقش. اذا الرد كان فيها واضح ولا مش واضح؟ انما ما حبش هو يعمل، لان المساله هتفضح الايه الامر، وهو يريد ان يظل الامر مكتوب علشان تاخد الامور ايه؟ مجراها. ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له، انما اثرت وياه هو ما ابدهاش لهم. وبعدين انفعل انفعالا اخر، لان كل حدث يصيب الملكات النفسيه اللي على وتيره واحده لابد ان يترك في النفس شيء. واحد يكظمه شويه وواحد يعبر. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال لما واحد يغضب واحد يقوم المغضب لازم يغير من وضعه، ان كان واقف يقعد وان كان قاعد يمشي. المهم يضيع الطاقه اللي كانت هتعمل انفعال يضيعها في حاجه تانية عشان ما يحصلش منه ايه؟ انفعال. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، ولكنه قال ايه في نفسه بقى؟ قال انتم شر مكانا. والله ما حد عارف مين اللي شر. انتم شر مكان. ليه شر مكان؟ لانكم انتم عملتوا الحكايه بتاعت تاخدوني العب وياكم، وبعدين جاءوا على قميصه بدم كذب وقالوا الدب كله، والعمليه بتاعته دي. يبقى اللي يعمل كده في ابوه ويسيب ابوه بدون مؤنسه وهو الى اخره، يبقى هو ده اللي انتم شر مكان. ليه؟ لان انتم قلتم علي سرقت وانا ما سرقتش، انما انا سرقت وما فيش حكم يجي عليا بانني سارق، انما انتم سرقتوا بالفعل. ومش سرقتم متاع، انتوا سرقتم ذات من ابوه وخدتوه كده. يبقى شر مكان ولا لا؟ يبقى شر مكان. قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل
فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكان. قال قولا سمعوه لابد أن يكون برضه في إيه؟ لأنه وإن لم يبدها يبقى أبدا انفعاله منها لما يسمعوا كده نقول أنتم شر مكانا. ما قال أمال إيه؟ قال لك لأن ما هو القول؟ القول هي ألفاظ ينطق بها متكلم ليخبر مستمعا عن مدلولها، وقد تتجرد من الإنسان شخصيتان. يقول لنفسه، يقول، ما قالش القرآن ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله. طب هم قالوا، إذن هو قال دي في إيه؟ برضه في نفسه. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. كلمة تصفون أي تنعتون أو تظهرون السمات والعلائم لشيء، إلا أنها غلبت في اللغة على الكلام الكذب. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، يعني كأن كنتوا لما تقولوا الكلام بتاعكم نفسه يحب إنه فيه إيه؟ في إنه فيه إيه؟ كذب. كلمة تصفون أيضا سبحانه وتعالى عما برضو عما يصفون، عما إيه؟ عما يكذبون. إذن كلمة تصفون وإن جاءت لنعت الأشياء بسمتها إلا أنها غلبت في استعمال الكلام اللي يبقى معه إيه؟ دليل إيه؟ دليل كذبه.